انت مدير بروفيشنال. ليه؟ لان لما موظف عندك اتاخر في تاسك معين انت بعت له مسج في منتهى الجنتله وقلت له من فضلك التزم بالتاسك ده في الميعاد الجديد، ونوهت كده من بعيد ان في KPI او ان ده ممكن ياثر على تقييمك. تفتكر بقى الموظف استقبل المسج دي ازاي؟ تعالي لي كده مدير لما اقولك ان الموظف قال في سره ايه المدير قوي ده مش انسان. ليه؟ لانك وقعت في فخ التانل فيجن. ده احنا بنسميه في الإدارة الرؤية اللي انت واقف فيها في نفق، فانت مش شايف غير الإنجازات والمهام والتاسكات، وناسي ان في آخر النفق ده في موظف إنسان هو مستني منك تواصل إنساني، والمسج دي بروفيشنال بس ما فيهاش أي إنسانية، والموظف هيسمع كلامك وممكن يسلم في الميعاد، لكن انت كده بدأت تزرع موظف متمرد، وهترجع تشتكي كمان شوية ان الموظفين ما بقوش بيسمعوا كلامك. فخطوة عملية تقدر تعملها من النهاردة، ضيف لمسة إنسانية في كل تواصل مع الموظفين، ده هيخليهم يشوفوك مدير إنسان قائد، مش مجرد مدير كل اللي همه الشغل وبس. فممكن جدا بدل المسج اياها البروفيشنال تسأله الأول هو إيه سبب إن هو ما سلمش التاسك في ميعاده، وبعد كده ابقى قول المسج التانية اللي انت عاوزها على حسب الرد اللي الموظف رده عليك. انت كده بتحافظ على التيم بتاعك دايما يسمعوا كلامك.